مرحبا، كيفكن؟ رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من برنامجي باللاش اكستنشن. الحالة يلي معنا اليوم صبية رموشها طوال وكثافتهم قوية. أنا بهيك حالة ما بفضل إنه نركب، بس بما إنه هي رغبانة رح نميل مثل ما خبرتكم من قبل للستايل الكلاسيكي، رح نعطيها تكحيلة ناعمة بحيث ما نأذي الرموش مشان تضل محافظة على قوية رموشها. تعالوا معي لنشوف حالة الرموش وحالة العين. طبعا نحن لنعمل تناظر بين العينتين، الخطوة يلي بمشي فيها بالعين اليمين نفس الخطوة بمشيها بالعين اليسار. بهالحالة أولا بخلص بشكل أسرع، ثانيا رح يطلعوا العينتين نفس الشكل وما رح نحتاج نعدل بعد ما نخلص. اللاصق كتير مهم ينخض قبل ما نبلش شغل. في معلومة كتير مهمة، نحن لما نركب اللاش اكستنشن بما انه حالة الصبية يلي معنا رموشها طوال، فنحن ما فينا نحط لها اطول من شكل الرمش، فانا رح حاول نحط لها طول رمش الاكستنشن بنفس طول رمش العين. وقت نركب اللاش اكستنشن كتير مهم رمش العين عنا يكون نظيف، ما فيه مسكرة ولا حتى بقايا مسكرة. حتى ما بفضل نستخدم مزيل الميك اب قبل ما نشتغل برموش الاكستنشن، السبب اي ريموفر او اي مزيل ميك اب حيكون فيه نسبة زيوت، وهذا الشيء رح يأثر على شغلنا. بما انه نحن هلا عم نشتغل على كثافة كتير خفيفة وما رح نقوي لها، فما رح ياخد معنا الشغل وقت ابدا. أنا بشوف الشكل المناسب والأطوال المناسبة لشكل العين. بدنا ننتبه لشغلة كمان بيهمنا رأي الزبونة، شو الستايل اللي بتحبه وشو الأطوال اللي هي بترغبها. الفكرة من تغيير الأطوال باللاش اكستنشن هو التحكم برسمة العين. أنا وقت بحط طول واحد لكل العين فأنا رح أعطيها رسمة كتير غلط وما رح نعطي شكل حلو بنهاية الشغل. وهلا خلصنا ورح نشوف سوا النتيجة النهائية. فيكي تفتحي عيونك؟ حبيتي؟ حلوة. نعيما حبيبتي. طبعا نحن اشتغلنا على الكثافة الخفيفة مثل ما خبرتكم من قبل، وطبعا الصبية اذا حبت نعمل نكثف اكثر نقوي شوي الرموش اكثر فينا نعدل وفينا نعمل الشيء اللي هي بتحبه وبنفس الوقت شيء يناسب شكل عينها. وهيك رح نختم حلقتنا لليوم ببرنامجي باللاش اكستنشن.